السلام عليكم. حسم كل شيء؟ لا، لم يحسم شيء. انتهت نصف القصة فقط، والنصف الثاني الأسبوع التالي. مانشستر سيتي يخرج بتعادل إيجابي جدا نتيجة وأداء من معقل سانتياغو برنابيو موطن الملك ريال مدريد، بتعادله معه 1-1 في لقاء اتسم بالجبروت الفني والتكتيكي. والإنتر ميلان يضع أول قدم في النهائي بين المتنافسين الأربعة، وذلك بإسقاطه للغريم التاريخي وجار المدينة AC ميلان 2-0 في لقاء الذهاب. اليوم راح نلخص ما حصل في ذهاب دور نصف النهائي لأعرق البطولات الأوروبية، ذات الأذنين الشامخة دائما الممتعة لحياتنا واللي بتغير مزاجنا. دوري أبطال أوروبا اقترب المشهد الختامي، وبدأت تتضح معالم الفريقين اللي راح يزينوا عرس اسطنبول يوم السبت 10/6 من الشهر القادم. جاهزين للحلقة النارية السريعة؟ حط الحلقة على تلفزيون كبير لتزيد متعة المشاهدة. والله نصيحة من أخوك، ترى احنا بنرفع الحلقة على جودة خارقة. وإذا بدك كمان نصيحة مني لوجه الله تعالى، أنا شفت فيديو امبارح وأنا بلفلف في اليوتيوب أثر فيي جدا. عنوان الفيديو غريب: ماذا ستكون ردة فعل حفظة القرآن لو أمسكوا مصحف مسحت منه الآيات؟ دخلت الفيديو يا عفو الله ما أقوى الفكرة. ما بدي أحرق عليكم الفيديو، حطيت لكم إياه في الوصف وثبته في أول تعليق تحت الفيديو، ضروري تشوفوه. لما خلصت الفيديو شدني أعرف مين أصحاب هاي القناة، وإذ بي أفاجئ بما عرفت. القناة طلعت تابعة لمخيم شبابي اسمه مخيم تاج الوقار. سنويا بيخرج هذا المخيم عشرات الحفظة للقرآن الكريم كاملا. يعني آخر يوم في المخيم تخيل إنه بعض الطلاب بيسمعوا القرآن كامل على جلسة واحدة تستمر ل 12 ساعة. يا عفو الله إيش القوة هاي. المخيم هو مخيم صيفي مغلق للشباب من عمر 13 سنة ل 20 سنة، ويقام في اسطنبول. تواصلت أنا مع المخيم أسألهم عن طرق التسجيل، وتفاجأت إنه المقاعد كلها راحت وخلصت وامتلأت. وصلهم أكثر من 10,000 طلب، ولكنهم قالوا لي إنه قريبا جدا راح يفتحوا مجال للمنح المجانية للتسجيل في المخيم، وهاي المنح راح ياخذها المتميزين من حول العالم. وطلع المخيم مش بس لحفظ القرآن والحديث، طلع مليان برامج شعبية ترفيهية وممتعة وتربوية، وبزوروا أغلب علماء الأمة الإسلامية وبيلقوا محاضرات على الطلاب هناك. روحوا شوفوا الفيديو اللي حكيت لكم عنه والتجربة اللي عملوها مع حفاظ القرآن، وانتظروا الإعلان عن المنح المجانية، يعني هم قالوا لي حينزلوا فيديو في قناتهم على اليوتيوب هاليومين يعلنوا فيه عن المنح. نرجع لمبارياتنا وجنون دوري الأبطال. أبدأ من قمة الميلان والإنتر اللي انلعبت بالأمس، وحسم الإنتر ذهابها 2-0. شوفوا أنا حكيت كلمتين جوهريتين في حلقة تقديم هاي المواجهة، راح أذكركم فيهم. قلت إنه في مواجهات الميلان والإنتر تغيب ميزة اللعب على أرضك، فالسانسيرو هو الجوزيبي مياتزا، والجمهور حتى لو اختلفت نسبته بين الفريقين ولكنه لا يؤثر تماما. هذا ما حصل. الإنتر اللي محسوب إنه هو الضيف طلع فايز 2-0. الكلمة الثانية وهي اللي خلتني أقطع الإنتر بالتأهل، قلت لكم إنه الإنتر هاي الفترة فعل وضعية الجبروت والقوة والحسم، دخل في موجة من الغضب العارم اللي خلته يعصف بكل منافسيه مؤخرا. كان صعب إني أعطي البطاقة للميلان اللي بحبه لتواجد 3 لاعبين دوليين فرنسيين مهمين جدا فيه. الإنتر أقوى بكثير، هاي حقيقة لازم الكل يقتنع فيها، ولكن ما زاد الطين بلة هو الوجه الشاحب والخجول والمرتبك اللي ظهر على الميلان في اللقاء. نعم الفريق يغيب عنه نجمه الأول رافائيل لياو المصاب، وبغياب لياو الفريق خسر 50% من قوته الهجومية. أضف إلى ذلك إصابة أفضل لاعب وسط في الميلان إسماعيل بن ناصر، ومغادرته الملعب بعد 18 دقيقة. الضربة صارت ضربتين مع إنه غادر والفريق متأخر بالنتيجة 2-0. بس هون أنت مش بس بتخسرهم فنيا، أنت هون بتنهار معنويا. تبدأ الأجساد ترتجف والحلق بينشف والخوف يسيطر على المجموعة، ثم يكون الانهيار. عشان هيك دائما بقول إنه العامل المعنوي والنفسي أهم من الفني في عالم كرة القدم. مورينيو من أذكى المدربين في العالم في الجانب النفسي، يفوز والله في هذا، وخاصة في فترة عزه من 2005 ل 2015. بيولي مدرب الميلان نزل المباراة بالرسم الخططي والتشكيل المتوقع دون مفاجآت: 4-3-3، خط الدفاع الأساسي الكامل، وخط الوسط الثلاثي الثابت عليه من فترة، وثلاثي الهجوم اضطر يبدأ بسيل ميكرز مكان رافائيل لياو المصاب. لا مفاجآت على الإطلاق، ولكن الداهية الخبيث الماكر سيموني إنزاجي مدرب الإنتر عمل حركة تكتيكية حلوة، استغنى عن لاعب الوسط المتأخر بروزوفيتش ولعب بمخيتاريان وتشالهانوغلو مع بعض إلى جانب باريلا في خط الوسط. صار خط وسط الإنتر أكثر فعالية هجومية على حساب التنظيم الدفاعي. تشالهانوغلو أفضل من بروزوفيتش في الأمام والإمداد الهجومي، وحل خرافي في تنفيذ الكرات الثابتة. ولذلك بعد 8 دقائق فقط من بداية المباراة تشالهانوغلو صنع هدف التقدم للميلان من ركلة ركنية متقنة. إيش اللي صار؟ لو تنظر لوجوه لاعبي الميلان وقت الهدف صدمة غريبة، لقطة نادرة تشوفها في ملاعب كرة القدم. مش مصدقين اللي صار. إيش؟ استقبلنا هدف سخيف بهذا الشكل؟ إيدن جيكو القوي بدنيا بس وضع قدمه في المكان الصح في التوقيت الصح. لحظة، ليش كلابري الضعيف بدنيا هو الذي يراقب العملاق جيكو؟ نقطة استفهام. بس ردة فعل لاعبي الميلان كأنه حد ضربهم كف مفاجئ على حين غرة، انصدموا. اوف شو اللي صار؟ بالمناسبة أنا شو قلت لكم عن سيموني إنزاجي بخصوص ثنائية رأس الحربة عنده؟ هو الوحيد في العالم اللي بيطبق هاي الفكرة، ما سبق شفت أي مدرب بيعملها. يعتمد ثنائي في كل مباراة، إما جيكو لوتارو وإما لوكاكو وكوريا، ما في لخبطة، ما حد بياخذ مكان حد. هاي المباراة رقم 12 أو 13 على هذا المنوال، مباراة هيك ومباراة هيك، بس الواضح إنه هو بيميز ثنائية جيكو ولوتارو، مع إنه في كل مباراة بنشوف الثنائي الثاني بينزل في المباراة من الدكة وبيشاركوا كبدلاء. ما أروع أن تمتلك 4 رؤوس حربة بإمكانيات فنية عالية، بس الشطارة هي كيف توظفهم، وهذا ما أشهد لسيميوني إنزاجي به. طيب الإنتر صدم عيشة الميلان بالهدف المبكر بعد 8 دقائق، وقلنا إنه لاعبي الميلان باتت وجوههم شاحبة. المصيبة إنه الصدمة أخذت معهم وقت وما طلعوا منها، ولذلك بعدها ب3 دقائق فقط، وبالتحديد في الدقيقة 11
هفوة دفاعية قاتلة مركبة بين كل مدافعي الميلان، انسل على إثرها مخيتريان من بين الجميع ليجد نفسه وجها لوجه مع العملاق مايك مينيان المغلوب على أمره. أكيد المرمى مشرع أمامه بوضعية أفضل من ركلة الجزاء، حطها باقتدار مخيتريان مع محاولة يائسة ولكنها جميلة من مينيان لإنقاذها فلم يتمكن. الانهيار الكبير، الانتر صعق الميلان. دفاع الميلان يعاني الأمرين، بيولي لا يغير شيء على الدكة. الانتر سيكثف جهوده الآن لختم اللعبة وحسم التأهل من لقاء الذهاب. هجوم متكرر من كل حدب وصوب. الميلان يتراجع، الانتر يضرب قائم الميلان من جديد. الانتر مخيف جدا، وفي المقابل دفاع الميلان كان غاية في السوء والسذاجة، مع انهم مدافعين لهم وزن. هدولهم ابطال الدوري الموسم الماضي، سيمون كاير الخبرة وقائد المنتخب الدنماركي، ثيو هرنانديز اللي بصنفه حاليا افضل ظهير ايسر في العالم على الاقل في الامداد الهجومي عشان ما نختلف، كالابريا قائد الميلان بخبرته في مركز الظهير الايمن وهو لاعب دولي، وتوموري الانجليزي اللي وجد نفسه بقوة في ايطاليا، وخلفهم حارس مرمى عملاق بمعنى الكلمة. في فرصة مركبة للانتر في الدقة 16 كان فيها ما يقارب 5 لاعبين من الانتر داخل منطقة جزاء الميلان، ولا واحد منهم عليه رقابة. الله اكبر، حرية مطلقة. دفاع الميلان لم يحضر المباراة في الشوط الاول، في الشوط الثاني استطاع بيولي لم شتات الفريق، فكان الفريق متوازن اكثر في الشوط الثاني، ولكن بقي الانتر يطارد مسعاه في تعزيز تقدمه، بس الميلان استفاق قليلا. بس مستوى سيمون كاير كان في هبوط مستمر، فكان لابد من تغييره واستبداله بالوحش مالك ثياو. وبعدها استفاق الميلان هجوميا، ولكنه افتقد كثيرا رافائيل لياو، خسر الفريق 50% من قوة هجومه ولا معوض له. الحمد لله ان رافائيل لياو راح يجدد، والا كان حيكون الميلان في ورطة كبيرة. اغلب الاخبار من النادي ومن وكيل اللاعب انه كل الاطراف سعيدة وتريد التجديد. في كرة لتونالي ضربت القائم كان ممكن تغير مسار اللقاء وتبقي على حظوظ الميلان، ولكن عدم تسجيل الميلان لاي هدف في لقاء الذهاب حيخلي المهمة صعبة جدا في الاياب، حتى ان عاد لياو وشارك في الاياب. فالانتر حاليا من افضل الفرق في اوروبا في قتل المباريات ودفاع المنطقة، والظفر بالفوز بكل خبث وباقل مجهود، وحتى ان سجلت في مرمى فهو قادر على التحول الى الهجوم والتسجيل، ولنا في لقاء بنفيكا خير مثال في الاياب. دفاع الانتر كان متزن جدا، ثنائية اتشيربي وباستوني تحسب لانزاجي، دارميان كمل هذا الخط وقدم مباراة كبيرة، اندري اونانا حارس المرمى اعطى كامل الثقة للخط الخلفي، وسط الانتر كان هو سر الفوز، اجنحة الانتر عندي راي فيهم، دي ماركو قنبل على الجهة اليسرى، وتطور هذا اللاعب بشكل مهول هذا الموسم، واحد من افضل لاعبي العالم في مركزه. اما دومفريس على الرغم من قوته الهجومية وصلاته الدفاعية، بس ما عجبني فيه تهوره وعنفه المبالغ في التدخلات داخل حرب تكسير وايذاء للخصوم. ما حبيت ابدا تدخلاته المتهورة، بدخل بجسمه اكثر من عقله. بس لو تارو يا ناس يخرب بيت الثقة بالنفس اللي عنده، مع انه ما سجل ولا صنع، بس كان سم في حلق مدافعي الميلان، تعبهم وهلكهم طول المباراة. قصير وخبيث ولئيم ولا يفقد الكرة بسهولة، ممتاز في بناء الهجمة ومناولة الزملاء. فكرة ثنائي راس الحربة افضل من يطبقها في العالم حاليا هو الانتر من دون منازع. الميلان كان عشوائي فاقد البوصلة، الفوز كان مستحق للانتر مما لا شك فيه. طيب نقلب الصفحة وننتقل لوحوش اوروبا حاليا، قمة العنفوان الكروي، ريال مدريد ومانشستر سيتي. الفريقين قدموا لنا معركة تكتيكية على اعلى طراز. يمكن البعض كان مستني مباراة مليئة بالاثارة وغزيرة بالاهداف، نعم ما فيها الا هدفين، ولكنها فعلا كانت مباراة مثيرة بمعنى الكلمة. ما بتقدر تشيح بوجهك عن شاشة التلفزيون، لانه الحدث قد يفاجئك باي لحظة، مع اني كنت راجع من سفر قبل المباراة ب3 ساعات وما نمت في الطيارة، خفت اني اغفى في المباراة، بس لا ما تركوا لي مجال. اول 14 دقيقة السيتي ختم فيها علم الاستحواذ، ركز انا ما قلت 15 دقيقة او ربع ساعة، هي اول 14 دقيقة بالضبط. 4 مرات وصل السيتي لمرمى كورتوا. ظاهر الامر انها كرات سهلة وفي المتناول، بس الحقيقة هي انه كورتوا عملاق، وتمركزه الرائع وتوقعه لمكان ومستقر الكرة خلاك تحس انها كرات سهلة. تنتين منهم كانوا لهالاند، وتسديدة لدي بروين، وتسديدة لرودري. الريال اللي تراجع للخلف بقرار من نفسه، ما حد يقول لي السيتي اجبر الريال على ذلك، لا، انشيلوتي يعلم يقينا انه لازم تلعب مع السيتي هيك حتى تظفر بما تريد. نعم اقبل اللعب طواعية مني انا، بس احذر مني، فجأة وبلمح البصر سأنفذ اسلوبي القاتل بالمرتدات، بدك تتحمل يا بيبي جوارديولا. المباراة كانت اشبه بمعركة شطرنج ممتعة تكتيكية للغاية بين مدربين من الافضل في السوق العالمي، وهذا كان واضح من قبل المباراة من تصريحات المدربين. كل مدرب يتكلم عن نفسه بثقة، ولكنه يعطي الخصم كل الاحترام والتقدير والمديح والثناء، حتى انه انشيلوتي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة شبه صرح بطريقة لعبه كاملة ونفذها على ارض الواقع. وفي المقابل جوارديولا كان يشدد على انه تعلم من العام الماضي، وانه لن يقع بنفس الاخطاء، وانه ريال مدريد فريق عظيم وكبير وله كل الاحترام، حتى لو كان مستواه سيء حاليا ومتذبذب، وحتى لو كان السيتي في هذه الفترة مشتعل ومولع. ولذلك كلا المدربين لم يحضرا اي مفاجأة في التشكيل على الاطلاق، فكان التشكيل كما المتوقع. المباراة اتسمت بالحذر الشديد من الفريقين. نعم السيتي استحوذ، ولكنه كان استحواذ سلبي اغلب فترات المباراة، لم تكن هناك خطورة تذكر سوى ال 14 دقيقة الاولى، واغلبها كانت تسديدات من بعيد، لانه بعدها صار في عجز عن الوصول والتوغل داخل منطقة جزاء الريال. على فكرة الفريقين نفس الشيء، ما قدروا يوصلوا لعمق مناطق الخصم، فلجأوا للحل القديم اللي هو التسديد من بعيد، ومنها كان الهدفين لكل فريق. جوارديولا تعلم من اخطائه في العام الماضي فلم يبالغ في الاندفاع، ولكنه استحوذ بشراسة. انشيلوتي والاخر مارس اسلوبه الخبيث المعتاد في التراجع للخلف وانتظار اللحظة المناسبة للانقضاض على الفريسة، وهو ما كان. ظل السيتي مستحوذ ولكن دون جدوى وسط تكتلات دفاع الريال. نعم الريال كان بيلعب ب4 في الخلف، ولكن خط الوسط بالكامل في الحالة الدفاعية كان يساندهم، ما جعل هناك زيادة عددية كبيرة في منطقة الريال. السيتي لاحظ ذلك فلم يخاطر ولم يغامر، ظل مستحوذ ويسدد من بعيد، ولكن مع اول هفوة من خط وسط السيتي كان
الهدف المدريدي. يخرب بيتهم ما اجمل مرتداتهم، آية في الجمال والمهارة والتفاهم وتقارب المسافات. هدف صاروخي من فينيسيوس جونيور في الدقيقة 36 عكس مجرى اللعب تماما. بس قبل ما نحكي عن جمال الهدف وعظم التسديدة، خلينا نشوف الساحر لوكا مودريتش شو عمل بالهدف، مع العلم انه بيلعب وهو لم يتعافى بشكل كامل، واغلب الاخبار بتقول انه كان متحامل على نفسه وكان يخاطر باصابته اللي كان ممكن تتفاقم. الغريب انه في هذا الهدف مودريتش لم يشارك الا بتمريرة واحدة فقط. نعم تمريرة واحدة، ولكنها تمريرة سم سهلت على زملائه كل ما بعدها. هو بتمريرته اخرج رودري لاعب السيتي من اللعبة تماما. خلص انت تخلصت من اهم لاعب في السيتي في الحالة الدفاعية. قام مودريتش بسحب رودري معه الى الطرف الايسر للريال، وفي 1-2 بلمح البصر مع كامافينجا اصبح كامافينجا خلف رودري وبعيد عنه تماما، وهنا خرج رودري تماما من الهجمة، واصبح هناك مساحة فارغة شاسعة في وسط السيتي يلعب فيها كامافينجا كما يحلو له، ويطارد المغلوب على امره برناردو سيلفا. طيب ليش ما في ولا لاعب انقض على فيني ومنعه من التسديد؟ عشان هاي هي مهمة رودري اللي اصبح خارج الخدمة، وبقية المدافعين خايفين يتركوا اماكنهم وينقضوا عليه حتى لا يقوم فيني بتمرير الكرة لكريم ابن الذمة او رودريجو. فينيسيوس جونيور خارق هذا اللاعب، لا يخيفه شيء على الاطلاق، خلص لا اسم الفريق الخصم ولا اي مدافع في الدنيا، وهذا هو قمة المتعة في عالم كرة القدم. عمره 23 سنة فقط ووصل لهذا النضج الكروي، من المواهب القليلة جدا في هذا الزمن التي لا تختفي في المواعيد الكبرى. البرازيلي الموهوب اتخذ قرار الضرب المباشر بتسديده ولا اروع، لا تصد ولا ترد بسرعة البرق الخاطف، صاحبها فين جسدي رائع خدع فيه الجميع. هدف رائع للغاية يليق بمباراة كبيرة مثل هذه. ما بينفع نقول انه الهدف عكس سير اللقاء، فالفريقين كانوا عارفين اساليب بعض والكل كان متاهب لهذا السيناريو. طيب انا كنت بدي اشوف وين راح يلعب كامافينجا في المباراة. اذا بتتذكروا قلت في حلقة تقديم المواجهة انه الافضل يلعب كامافينجا كظهير ايسر يا انشيلوتي. خرافي كاما في هذا المركز، جاء بفكر جديد ما سبق وشفناه، ستايله واسلوبه رائع. وكمان كنت بدي اشوف كيف جوارديولا راح يوظف كايل ووكر على اليمين، فوظفه كقلب دفاع ثالث كما كان يفعل ساوثجيت مع المنتخب الانجليزي في كاس العالم 2018. ولكن الاختلاف انه جوارديولا بيمنح الثنائي اكانجي ووكر حرية في فتح الاطراف. يعني لو تشوف السيتي في الحالة الهجومية ستجد انه روبن دياش هو الوحيد اللي بيلعب في الدفاع كسنتر، اكانجي بتحول لظهير ايسر وكايل ووكر يذهب كظهير ايمن، بيفتحوا مع بعض وستونز بيقلب لاعب وسط رابع. في الحالة الدفاعية لا، ستونز بيرجع كقلب دفاع وبضم مع دياش واكانجي وكايل ووكر معهم، بس ووكر عليه مهمة صعبة وهي مراقبة فينيسيوس جونيور. هلا في المباراة فينيسيوس تعبوا شوي بمهاراته وانطلاقاته، بس اياك تحاول تتفوق على كايل ووكر بدنيا او بالسرعة، اوعى تخسر رسميا. لفت انتباهي الالتزام الدفاعي الرائع لخط دفاع ريال مدريد، عودة ألابا في الوقت المناسب للخط الخلفي، وحسن حظ ريال مدريد بغياب ميليتاو التائه في الفترة الأخيرة ليتم تعويضه بالوحش روديجر. روديجر يعشق هذا النوع من التحديات، قمة المتعة بالنسبة له بس تسلط عليه الأضواء وتحكي له مهمتك هي منع هالاند من التسجيل. فعليا كان قاعد بيعمل شو في المباراة، مبسوط وهو بيلعب بس مركز تركيز الكلب. أنا حكيت عنه بستوري صورته أثناء المباراة، قلت خنق هالاند ما خلاه يتنفس، حشره حشرة سيئة لدرجة إنه كورتوا لمس الكرة أكثر من هالاند، كورتوا 43 مرة وهالاند 21 لمسة فقط. وعلى الجانب الآخر روبن دياش التصق بكريم ابن الذمة، ولذلك أبو إبراهيم ما سدد إلا كرة واحدة على المرمى طوال المباراة. التزام رائع من الطرفين، عارفين إنه الخطأ يعني الخروج من البطولة. جوارديولا بقي هادئا حتى وهو متأخر بالنتيجة، مبسوط من أداء فريقه وعارف إنه الحل قادم لا محالة، حتى جاء الفرج فعلا. هدف السيتي كان بدايته هجمة مرتدة بتمريرة من كامافينجا لفينيسيوس، ولكن رودري الفنان تدخل وحطم الهجمة وقطعها وانطلق فيها كمان، ثم مررها لجريليتش ثم جوندوجان اللي هياها بدوره بشكل ممتاز للرائع دي بروين. دي بروين أطلق صاروخ لا يقل جمالا عن صاروخ فينيسيوس، ولكنه كان أرضي هذه المرة لا يصد ولا يرد إلا من قبلي أنا والله أعلم. القنبلة كانت من لمسة واحدة، الكرة لبست صح مع قدمه. بالمناسبة الهدفين كانوا من أروع ما يكون صراحة، النتيجة عادلة جدا، ولكن هذا هو نفس السيناريو اللي لعب فيه السيتي خارج أرضه ضد لايبزيج في دور 16 وانتهى بنفس النتيجة 1-1، وكان أيضا السيتي مستحوذ دون خطورة خوفا من تلقي الأهداف. طيب سألوا جوارديولا بعد مباراة الريال إنه كثير ناس كانوا متوقعين إنه السيتي يسحق الريال، حكى لهم هذا الكلام مش منطقي، أنتم مش شايفين اسم الخصم، مش عارفين عدد ألقاب وأسماء لاعبيه، وأنا خارج أرضي كيف بدي ألعب هجوم بأكثر من ذلك؟ كلام جميل، بس أنا بقول لكم احذروا لأنه السيتي ناوي على شرف الإياب يوم الأربعاء. أما عن جزء التحكيم فمن وجهة نظري الشخصية كان في شوية أخطاء كان لازم يحسن الحكم تقديرها. كارفاخال مثلا كان بيستحق بطاقة صفراء مبكرة في الشوط الأول لما قتل جريليتش، هاي البطاقة كانت راح تحد كثير من أدائه لو تحصل عليها. أما نقاش خروج الكرة من عدمه في هدف السيتي وما سبقه، هاي بدها تقنية الفيديو المساعد الفار، مش محمد عدنان، أنا لا أمتلك التقنية، وركز اللقطات اللي شفتوها هاي من تقنية خاصة بقناة بي إن سبورتس وليست تقنية الفار الموجودة في الملعب. القانون في الفار واضح، بعد الهدف بيتم مراجعة اللقطة من قبل فريق الفار، حكم الساحة ما له دخل، ومش لازم يحكوا لنا كمشاهدين انه تم مراجعة الفار الا ان كان فيها خطأ فيتم الغاء الهدف، وهون الحكم ما له دخل يراجع اللقطة بالفار، فهاي مش من الحالات الثلاث اللي براجع فيها الحكم بنفسه، هون الامر بيجي مباشرة من غرفة الفار، الغي الهدف، الكرة تجاوزت الخط، لو ما تم هذا الامر معناها الهدف شرعي، بس في ذمتهم وضميرهم هم، احنا ما شفنا شيء ولا بنقدر نحكم لا بعيننا ولا بتقنية قناة بي إن سبورتس. مين لسه ما عمل لايك للحلقة معقول؟ بدنا 500,000 لايك واشترك بالقناة
الان. بالامس كنت في اجتماع مع فريق العمل ومجهزين لكم مفاجآت كثير الفتره الجايه. احكوا لي في خانه التعليقات، هل حسم الامر؟ هل السيتي سيفعلها ايابا في الاتحاد؟ طيب هل خلص الانتر تاهل؟ احلى التعليقات لهم مني اللايك والقلب والتفاعل، وحساباتي الشخصيه هي اللي بصور فيها حياتي وردود فعلي المباشره على المباريات. اراكم على خير اصدقائي، سلام عليكم. اللي ما شاف الحلقه الماضيه المرعبه اللي قدمنا فيها لدور نصف نهائي لدوري ابطال اوروبا يشوفها من هون.